فيوتشر صعد للدور ال 32 في الكونفدرالية. لو محدش عرف يعني، لو ما عندكوش خبر، اصل معلش يعني لعيبة فيوتشر ايه على العادي صعدوا لدور ال 32 في الكونفدرالية. ده انا لو قلت لكم على احداث الماتش واحداث القصة ومباراة الذهاب والاياب، وحصل كارت احمر للعيب من لاعبي فيوتشر والقصة، هتقولوا فيوتشر المفروض يشيلوا الملعب كده ويقلبوه ويقفوا على الملعب كلهم ويلفوا القاهرة بضواحيها بمصر بأفريقيا كلها، يفضلوا يلفوا كده جري من الفرحة. يا خبر ابيض على الضحك يا جدعان. والفريق المتمرس في افريقيا اللي بيقولوا عليه متمرس لسه لحد دلوقتي عمالين يلفوا على ميادين البلد كلها ويقولوا احنا اتأهلنا احنا اتأهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية، لايك وشير للفيديو دعما منكم لاخوكم الاهلاوي. هنتكلم النهاردة في مواضيع مهمة جدا جدا، اهمها انباء عن انسحاب صن داونز من السوبر الافريقي، من دوري السوبر الافريقي. ويا ترى مين اللي هيخش مكانه؟ يا سلام لو تحصل. في كلام ان الزمالك هيشارك مكان صن داونز. يا والله نفسي، اقسم بالله انا نفسي، مع اني نفسي العب صن داونز واخسر منهم 5 علشان اخد كاس العالم، ما عنديش مشكله. انا عايز اخسر 5 السنه دي، انا لازم كل سنه 5 من صن داونز، معروفه. 5 من صن داونز تعدل المزاج، اخد بطوله افريقيا، اخد بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. هي كده احنا متعودين. بس في كلام ان صن داونز هينسحب من دوري السوبر الافريقي وممكن الزمالك يشارك مكانه. يا سلام، اديني كده في ماتشات قارية، اديني انا وغريمي في ماتشات قارية، حطني معاه في مجموعة بالله عليك، ناخده افريقيا. انا نفسي ياخد افريقيا والزمالك ياخد الكونفدرالية علشان بس نتقابلوا كده في ماتش قاري. زهقنا بقى حاطين عليه في المحليات، زهقنا. عايزين بقى ماتش قاري كده بريحة قفشة، بريحة القاضية ممكن. المهم نبدأ كلامنا بنبارك لنادي فيوتشر، النادي الحديث على الكرة المصرية والأفريقية، واللي بيصعد لدور ال 32 في الكونفدرالية. نادي لسه معمول، نادي لسه جديد. انتوا يعني احنا ما سمعناش صيد، ما سمعناش صيحة، ما سمعناش صياح، ما سمعناش جعير، ما سمعناش فرحة أونطة، مع ان ده نادي من حقه يعمل كده. ولكن العقلية. اقول لكم على احداث فيوتشر في مباراته ذهابا وايابا. لايك وشير للفيديو يا جدعان. فيوتشر خسر في الذهاب بهدف، وفي ماتش العودة اتسجل في مرماه هدف، نفس السيناريو خلي بالكم. المهم وكمان اتطرد منه لاعب، ومع ذلك كسب بالاربعة وهو ناقص لاعب علشان يتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية. لعبته بعد الماتش سجدت وسلموا على بعض. خلاص خلصنا المهمة والحمد لله، مش تقليلا من الانتصار، لكن خلاص انا صاعد دور ال 32، انا لسه مشواري بيبدأ، يعني مفيش داعي للفرحة. انا فرحت بالانتصار ان شاء الله، مع ان ده فريق جديد، بس شوف العقلية. فخلاص انا لسه هبدأ مشواري في دور ال 32. المهم وكمان في فرح واحد صاحبهم في الفرقة بعد الماتش هيحضروه، وكل واحد هيروح على بلده عادي والدنيا زي الفل. ولسه لعيبة نادي الزمالك بتحتفل بالريمونتادا التاريخية على ريال سولار، على سولار مدريد. معرفش فين الريمونتادا في كده. انا نفسي افهم، فرقة خسرانة 1-0 بتكسب 4-1، مش عارف فين الريمونتادا في كده. خسرانين من فرقة مش على الخريطة اصلا، من فريق مش المقاولين بقى يكسبوا، ده المقاولين كسبوا 9-1. المقاولين كسبوا 9-1، المقاولين العرب، وكسبوا هناك 2-0 في جيبوتي، في الملعب اللي انت شلت فيه 2-0. انا مش عارف ازاي بيجيلكوا نفس تفرحوا. يعني احنا اللي مقصرين في حق فرقتنا بجد، احنا اللي مقصرين في حق فرحتنا. وحاتم بطيشة كمان يقول لك اللي يقول لك شيكابالا انتهى. ايه يا جدعان؟ وزعلانين من معلول حط الزغلول، زعلانين. طب فين الناس اللي كانت بتتكلم؟ فينكوا دلوقتي؟
فرحانين بالجملة اللي قالها حاتم بطيشة او اي حاجة للزمالك يبقى خلاص تمام، مش هيبقى عليها رقابة. فماشي، مبروك الفيوتشر والزمالك. المشكلة انت عارف المشكلة ان ممكن الزمالك وفيوتشر الاتنين يبقوا تصنيف تاني، فيوتشر عادي تصنيف تاني عادي. ازاي انت ممكن يا بائس يا محلي تبقى تصنيف تاني؟ انت متخيل في الكونفدرالية وتبقى تصنيفك تاني؟ مش بعيد، مش بعيد. ويا سلام لو طلعت تصنيف اول وفيوتشر معاك في المجموعة، يا خبر ابيض. ده احنا في ضحك يا جدعان. انا فرحان للزمالك انه اتأهل اقسم بالله، لان في ضحك في دور المجموعات انا بحبه. مسرحية كده كل سنة بنحبها احنا. حصلت بلدنا، حصلت بلدنا يا جدعان في دوره المفضل دور المجموعات. يا ريت بقى ما تبقاش حصالة المرة دي كمان. عيب معاك فريق حديث في الكونفدرالية، عيب تبقى حصالة قدامه وهو يصعد. فعيب يا اسطى، عيب بقى. ولم الدنيا، لم الدنيا. نتكلم عن قصة صن داونز واحتمالية انسحابه من البطولة. لايك وشير الفيديو يا جدعان. مجلس المحافظين للدوري الجنوب افريقي رفض دعوة صن داونز للمشاركة في بطولة الدوري الافريقي بسبب ازدحام جدول المباريات، ولانه وفقا للمسؤولين من شأنه ان يسيء لسمعة الدوري. يعني مش عايزين صن داونز يشارك في البطولة علشان عندهم دوري، ولجنة السوبر ليج قالت اللي هيشارك في البطولة يتأجل ماتشاته في الدوري. فهم مش عايزين الكلام ده. هم حرين بقى، هم حرين بره عننا. احنا هنلعب وهيتأجل لنا ماتشات يا بائس يا محلي غصب عنك. يا ريت الزمالك يشارك مكانه يا جدعان، حرام. هاتوهم راضوهم يا جدعان. صن داونز ربما يجبر على المشاركة بفريقين مختلفين في البطولتين. التقرير أشار لانتظار الخطوات الإضافية التي سيتخذها كل من مسؤولي الدوري والاتحاد المحلي في مناقشات مع كاف لمحاولة التعامل مع المأزق والأزمة المحتملة. يبقى كده بنسبة كبيرة ممكن صن داونز ما يشاركش. الاتحاد الجنوب أفريقي يعني مش عارف، تحس ان هو مش داعم للفكرة، مع ان موتسيمبي هو يعني ما تفهمش هم عايزين ايه، هم عايزين ايه. لكن انا شايف ان بطولة السوبر ليج دي يا جدعان من كتر تشويقها ومن كتر ما الجماهير كل فرقة جماهيرها متعطشة للبطولة دي، هتكون بطولة قوية جدا جدا، وهتبقى رسمية بس تتظبط الدنيا ان شاء الله، وهتبقى نقلة جديدة وكبيرة للكرة في افريقيا. انت عندك المسؤولي اللجنة المنظمة للسوبر ليج الافريقي طلبوا من كل الدوريات وخصوصا من الدوري المصري بحضور الساعة الكاملة في مباريات دوري السوبر الافريقي للنادي الاهلي. طلبوا من اتحاد الكرة عندنا حضور الجماهير بالساعة الكاملة. البطولة دي يا جدعان هتبقى عالمية، بيحاولوا ينظموها، بيحاولوا يرتبوها علشان الصورة تبقى حلوة، لان في تخطيط ان البطولة دي تبقى بطولة قارية زي دوري المؤتمر الاوروبي مثلا. فيا ريت، وبنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يكون اول المتوجين بيها. بس كده دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. لايك وشير منكم دعما لاخوكم الاهلاوي. سلام.